عندما تجتاحنا الهموم وتكبلنا الأحزان وتتوحش حياتنا ألوان السواد، عندما تكون الدموع هي اللغة الوحيدة التي تترجمها العيون عنوانا للآلام التي تعانيها القلوب، ولا يعد هنالك طريقا للفرح أو البسمة إلينا، ولا نشعر بحلاوة الحياة، فماذا عسانا أن نفعل؟ هل نستسلم أم نحارب؟ بالطبع يوجد هنالك ما يجعلنا نحارب ونحاول جاهدين التمرد على واقعنا. أجل، إنه الأمل، كلمة قليلة الحروف كبيرة المعنى. فالأمل كالزهرة التي تبث إلينا حلاوة ريحها وتسحرنا برونق منظرها، فارضة علينا الانجذاب إليها، محاولين بكل جهد الحفاظ عليها. فيجب علينا التمسك بالأمل لكي نعيش الغد ونستمر في حياتنا، ونحاول دائما التغلب على اليأس. بالأمل نستطيع بكل قوة أن نسير قارب حياتنا كيفما نشاء وأينما نريد، مبتعدين عن الغرق والموت الوطير. فبالأمل شمعة تنير الظلام، وكتابا مفتوحا لمن أراد أن يتعلم. فلكي نودع حياة بائسة، فليس علينا إلا أن نعيش حياة جديدة مشرقة يملأها التفاؤل، ويكون الأمل هو العنوان الرئيسي لها.